انا عندي 30 سنه دلوقتي، كنت مخطوبه وانا عندي 25 سنه، وفضلت مخطوبه 2.5 سنين وما حصلش نصيب. في الاخر فجاه سابني من غير اي اسباب، حتى خاله اللي اتصل وبلغ والدي، وكأن البيت اللي دخله ملوش احترام يجي يفركش زي الناس ويقول اسبابه ويواجه ويطلع راجل ويقولها بصراحه كده انه مش عايز يكمل. سابني لدماغي فيها مليون سؤال. المهم انا دلوقتي اشتغلت شغل كويس ومبسوطه فيه، والشغل ده كان حلم بالنسبه لي ولسه بطور من نفسي اكتر. اخر حاجه عرفتها عنه كانت من سنه، عرفت انه خطب وما عرفتش عنه اي حاجه من ساعتها، ولا براقب ولا بشغل نفسي، لاني قررت اني اعتزل ما يؤذيني. بس حقيقي انا لسه لحد دلوقتي حاسه باذى نفسي، عقلي مش مستوعب وحاسه اللي حصل كانه لسه حاصل امبارح. انا كنت 25 سنه من قريب، فجاه بقيت 30 سنه. امتى وازاي الوقت جري بيا كده وانا عقلي واقف لحد يوم الفركشه والاحداث دي؟ الحمد لله على كل حال. بس حقيقي لا شفت حق بيرجع ولا عوض بيجي، بالعكس اللي بيجي مش مناسب اطلاقا، مع اني مش زي البنات ولا الاهالي اللي بتصعب الدنيا. العيب بيطلع في الشخص نفسه، صفات ما ينفعش اعديها. مش بعترض على قضاء ربنا والله، بس بفضفض لاني حاسه اني هموت. لا عوض بيجي ولا حق بيرجع، عايشه في خذلان وبس. ليه الظالم حياته ماشيه وانا اللي حياتي واقفه، مع ان كل اللي يعرفني بيشكر فيا؟ طب ليه مفيش حاجه بتكمل؟ هل انا ما استاهلش؟ مع اني شايفه ان استاهل والله.